ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض الشاورما المصري الخطيرة اللي تاكليها من عند شبراوي او بتشم ريحتها بره بتكون حلوة قوي. مختلفة شوية عن الشاورما السوري بس ريحتها خطيرة وطعمها احلى. النهاردة هقولك على تتبيلة مميزة جدا واقولك ازاي تطلعيها نفس النتيجة بتاعت بره. بس لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة، بنزل كل يوم وصفة حلوة، وفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقة على طول. اول حاجة عندي اللحمة اللي انا هستخدمها، يفضل تكون لحمه من الفيليتو او من الانتركوت او من وش الفخده. القطعيات دي بتكون ناعمه عشان تستوي معاكي على طول. تنفع اي قطعه لحمه عندك مادام الذبيحه سنها صغير بتستوي على طول، مفيش اي مشكله. اللحمه اللي عندي دي كانت من السن بس الذبيحه كانت صغيره، مش بتاخد وقت خالص. قطعتها شرايح زي ما انت شفتيها كده، وهي مجمده نص تجميد عشان تعرفي تتحكمي فيها وتطلعي السمك المظبوط بتاعها. عندي بقى التتبيله الحلوه بتاعتنا. عندي ربع فنجان زيت، حطيت حوالي 3 معالق كبار من الخل، وهنزل بمعلقتين كبار مليانين من الزبادي. كل الحاجات دي بتطري الأنسجة بتاعت اللحمة. حطيت معلقة صغيرة مش مليانة من البصل البودر ومن الثوم البودر، وكمان من البابريكا. ممكن تستغني عن البابريكا، هي مجرد بتديكي لون مش طعم يعني. حطيت نص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح، وهنزل بعصير ليمونة كاملة. هنزل كمان بنص معلقة من السبع بهارات، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من الكمون. هقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. البهارات دي مع بعض ميكس كده خطير، وهتديكي نفس النتيجة اللي انتي بتاكليها في الشاورما المصري العادي. بعد ما قطعت اللحمة زي ما انا قلتلك شرايح رفيعة خالص زي ما انت شفتي التقطيعة بتاعتي. طبعا غسلتها كويس جدا عشان انا مش متأكدة من نظافتها، يعني هي كانت جايالي انا ما جبتهاش بعيني وشفتها وهي طازة عاملة ازاي. فغسلتها كويس جدا، سبتها تتصفى، وبعدين حطيتها في قلب التتبيلة الخطيرة بتاعتي دي. واتأكدت ان التتبيلة الملح بتاعها مظبوط قبل ما احط فيها اللحمة. هعمل بقى صوص الطحينة دلوقتي وهقولك ليه. عندي هنا شوية كده من الطحينة الخام، بخفها بشوية كده من المية. شاورما مصري يعني سلطة طحينة او صوص طحينة زي ما انا هقولك دلوقتي، بيكون معاها خطير. اول لما وصلت للسمك اللي انا عايزاه من سلطة او صوص الطحينة بتاعي، هبتدي انزل بعصير نص ليمونة كبيرة، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة كده من الخل. عندي نص معلقة من الملح، وهنزل كمان بنص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الثوم البودر. الثوم البودر بيبقى احلى من الثوم الفريش في الطحينة، جربيه. ولو مش عندك حطي فصين 3 كده من الثوم المفروم. وابتدي اقلب كويس جدا، وهو ده السمك اللي انا عايزة اوصله. بعد كده بظبط الملح، بدوقها لو محتاجة ملح ولا حاجة يعني بحط لها ملح. جبت بقى صينية عندي، اكبر صينية عندي، عشان اعرف اشوح عليها الشاورما ويكون كده ايه، عندي مكان واسع عشان ما تنزلش ميتها. نزلت عندي بحته كده من اللي هي الضاني، شويه صغيرين من الزيت. اللي هي الضاني هي اللي بتديكي نفس الريحه اللي بتشميها بره. طبعا الصينيه عندي كانت سخنه جدا. هبتدي انزل بقى بالشاورما بتاعتي. على فكره انا سبت الشاورما حوالي 3 ساعات في التلاجة، مش اكتر من كده، عشان بس كنت مستعجله عليها. كل ما بتقعدها في التتبيله كل ما بتديكي طعم افضل. زي ما انت شايفه الصينيه عشان سخنه جدا، بنزل بجزء جزء كده من الشاورما، يعني في اماكن متفرقه، عشان على قد ما اقدر مش عايزه الشاورما تنزل ميتها. هنزل كل الكميه اللي عندي. وبالمناسبه كميه اللحمه اللي انا حطيتها دي كانت حوالي كيلو الا ربع. هحط اللحمه زي ما انت شايفه وهسيبها، مش هقلبها لحد ما احس ان هي خدت لون حلو من تحت، وبعدين هبتدي اديلها تقليبه عقبال ما اللحمه عندي تاخد اللون والتسويه بتاعتها. عندي بقى هنا الخضار اللي انا هحطه ما يعادل بصلتين متوسطين، ممكن تحطي واحدة بس. وعايزة طماطمية كبيرة، وعايزة شوية كده من البقدونس. قطعت الخضار كله نفس التقطيع اللي انا كنت بقطع بيها البصل دلوقتي. وبعدين اديت تقليبة للحمة. هي طبعا ما بتاخدش وقت خالص على النار. اول لما خدت التشويحة واللون كده كأنها مشوية، وكمان ما فيهاش نسبة سوائل، هبتدي انزل بالبصل بتاعي اللي انا قطعته. وفي المرحلة دي بأكد عليكي ان اللحمة تكون استوت. انا بحط الخضار في الاخر عشان مش عايزاه يتهري.
اديت تقليبه للبصل مع اللحمه، وبعدين نزلت بالطماطمايه اللي انا كنت مقطعاها شرايح رفيعه كده زي ما قطعت البصل بالظبط، وبعدين خدت تقليبه ونزلت ب3 معالق كبار من صوص الطحينه. جربي الخطوه دي بتفرق جدا، بتديكي طعم مميز قوي للشاورما المصري. ولو انت بتشتريها من بره هتلاحظي ان الراجل بيحط عليها شويه كده من الطحينه قبل ما يحطها في السندوتشات، ولما بيحطها كمان بيرجع يحط عليها شويه من الطحينه على الوش. بعد ما خلاص خدت تشويحه حوالي دقيقه دقيقتين كده، هنزل بقى في الاخر بشويه كده من البقدونس اللي انا كنت مقطعاه مع البصل. والتركه دي اختياري بس هي بتديكي طعم الشاورما المشويه. ان انا حطيت فحمه كده في طبق وعليها شويه من الزيت، غطيتها 10 دقايق وهي سخنه كده. بتتقدم بقى في عيش كايزر زي ما هما بيعملوا، او ممكن في فينو، او ممكن رز اصفر اللي هو بتاع المشويات وتحطيه على الوش مع سلطه الطحينه. يعني التقديم ده بتاعك انتي، بس انا بحب اعملها زي ما هما بيعملوها بره بالظبط. حطيت شويه كده من الشاورما وحطيت عليهم شويه من الطحينه على الوش، وتطلع معاكي بالشكل الخطير ده. حرفيا ريحتها قلب الدنيا وطعمها حلو جدا، انضف واحلى من بره. وعايزه اقولك ان الساندوتش الصغير يعني اصغر من اللي انا بعمله ده بيتباع ب90 جنيه بره. كمان انت مش ضامنه جوده اللحمه اللي انت بتاكليها، بس اعمليه هيرمي معاكي كميه كويسه. كمان طعمه حلو جدا، ولادك هيحبوه قوي. انا قدمته بالطريقه دي مع شويه من الشيبسي او من البطاطس المحمره. جربوها، انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.